كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب سنة سعيدة عليكم وعلينا. النهاردة ان شاء الله هنعمل كده تورته رأس السنة بتزيين بسيط وخفيف. هنعمل سنومان، وكمان حبيت ازينها كده بشجر وبتزيين خفيف، اي حد مبتدئ هيقدر يعملها. شايفين بقى شكلها حاجة كده ما شاء الله جميلة، وكمان بمقادير بسيطة جدا. يلا نروح على الفيديو ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجة معايا هنا كده بولة بنضيف فيها كوباية من السكر عشان تعملي الكيك بتاعك ويطلع مظبوط معاكي وسبونج. التزمي المقادير دي وهيطلع معاكي جميل جدا. هنزل بقى بعدد 4 بيضات يكونوا بحرارة المطبخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا اهم حاجة البيض يكون بحرارة المطبخ. نزلنا كده ب4. بعد كده بقى هنزل عليهم كمان بمعلقة كده صغيرة من الفانيليا السايلة، وهنزل عليهم بمعلقة محسن جل. ده المحسن جل يا جماعة اهو، ده المحسن، ده اللي بيدي القوام الكريمي او القوام السبونج بتاع الكيك. بدل ما تروحي تشتري دي سبونج دلوقتي بقى غالي جدا، اعمليه في البيت اهو بالطريقة دي، هيطلع معاكي الكيك حلو جدا. بعد كده بقى هنزل عليهم كمان بكوبايتين من الدقيق منخولين، وهنزل عليهم بمعلقتين من النشا. يبقى المقدار ده بياخد كوبايتين دي معلقتين نشا، وبياخد 4 بيضات وكوباية من السكر ومعلقة من الفانيليا وباكت من الكريم من البيكنج باودر سوري، وبنزل عليهم كمان بنص كوباية من المية، وبضرب الكلام كله ده مع بعض كده بالطريقة دي بالمضرب لغاية ما يوصل معايا القوام الكريمي لمدة 10 دقايق. تخفقي فيهم هيبقوا معاكي مظبوطين. شايفين هيطلع معاكي القوام ده. اول ما يطلع معاكي القوام والشكل ده تعرفي خلاص ان الكيك بتاعك كده جاهز ومظبوط جدا جدا. شايفين نفس نتيجة الكيك الاسبونج اللي انت بتشتريه جاهز من بره. بعد كده شايفين هنا بقى بوريكم القوام ان هو كريمي ازاي. خلاص كده القوام ده هو مظبوط معايا جدا. هتجيبي بقى صينيه بتاعتك، هتحطي من تحت كده في القاع ورقه زبده، وبعدين هتحطي عليها خليط الكيك. شايفين هيطلع معاكي بالارتفاع الجميل ده. يعني الصينيه دي وسط مش صغيره كمان عن المقدار ده، يعني صينيه يعتبر وسط كبيره. شايفين انا عملت 2. طبعا عشان تعملي تورتايه عاليه وحلوه لازم تعملي 2 كيك. هبدأ بقى كده اشيل الجزء الفوقاني ده لانه بياخد زفارة البيض كلها بتبقى في الجزء ده. لازم القشرة اللي فوق دي بنشيلها كده زي ما انتم شايفين بشويش خالص بالسكينة كده اهو بالشكل ده. وكمان بتشيلي بقى الجناب، وبنشيل الحته الجزء اللي من تحت دي بتاعه القعر بتاعه الكيك. كل حاجه بتنضفيها، بنخلي الكيك نضيف خالص كده من غير اي حاجه، علشان لما نزينه وتيجي بقى تقطعي التورته بتاعتك تطلع معاكي جميله كده وسبونج، ما فيهاش اي حته تكون ناشفه او اي حاجه تكون وحشه. شايفين اهو. طبعا احنا كلنا عارفين ان احنا بنعمل كده. طبعا حطيت انا بقى الطبق بتاعي، وجبت اول طبقة حطيت عليها كريم شانتيه، وكمان حطيت الطبقة التانية وحطيت عليها كريم شانتيه، وبجيب كده السكرابر بتاعي وبجلس كل الكلام ده كده علشان اساوي الكريمة بالشكل ده. والزيت بقى كده بحطه برضو في طبق الكريمة. بعدين بقى بجيب اخر حاجة من فوق الطبقة دي. طبعا انا ما شلتش الجزء الفوقاني ده او قشرتها لانها هي طرية جدا، فمش محتاجة ان انت تشيليها. وطبعا بين كل طبقة وطبقة بتزقي سيرم خفيف او شربات خفيف جدا جدا، او كمان لو عندك عصير مثلا اي نوع عصير ممكن تضيفي حبة على الكيك. هتشربيه كده سقسقيه، يعني مش تغرقيه بالصوص، لا، حاجات كده خفيفة. بجيب بقى اخر طبقة من فوق كده طبعا، وبحط الكريمة كويس جدا علشان الطبقة دي خلاص هي اللي هنجلس بيها الكيك كله. وبعدين شايفين طبعا جلستها كده من فوق، وابتديت بقى من الجناب احط كمية كويسة. طبعا علشان احنا في الشتاء فالكريمة متماسكة معايا وحلوة. لو احنا في الصيف كل طبقة هنحطها من الكريمة هندخلها التلاجة وبعد كده نطلعها نكمل شغل فيها. نبدأ بقى كده نخفي خالص الكيك بالكريمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، من غير اي خالص كيك ما يبان منها. حتى لو حاجة مقطوعة، حاجة فيها حاجة مش مظبوطة معاكي، كله هيختفي بالكريمة. شايفة بالشكل ده. انا حبيت امشي معاكم خطوة بخطوة في التزيين علشان تعرفوا بتتزين ازاي اهو. شايفين كده. ولازم الكريمة اللي في الاخر دي او اللي انت هتغلفي بيها الكيك كله لازم تبقى متماسكة شوية، ما تكونش سايلة قوي زي ما انت بتعملي. هو المقدار المظبوط كوباية من الكريم شانتيه الخام عليها كوباية من المية الساقعة
عليها ربع كوبايه من السكر او معلقتين سكر حسب ما انتي عايزه يعني، ونحط عليها رشه فانيليا صغيره. شايفه بغلف كده الكيك كله، وبجيب بقى السكرابر بعد كده في الاخر وبمشي بقى عليها كلها لغايه اما اساوي السطح بتاعها خالص واخليها كده شكلها حلو وانا ابقى راضيه عن شكلها. شايفين بجيب كده السكرابر وبمشي كده بشويش خالص وهي بتتغلف معايا اهو بالشكل ده. والزوايد اللي بتطلع معايا في السكرابر دي بحطها في البوله تاني بتاعه الكريمه وبعدين بستخدمها اهو. شايفين بمشي بالشكل ده لغايه اما اخلي شكلها كلها متساويه وبشكل كويس، واي حته فيها كيك باين او زهره طبعا بحط عليها حبه كريمه تاني وبمشي عليها كمان تاني. شايفين بالشكل اهو. يعني التزيين بيبقى خفيف جدا وسهل وسريع، اي حد يقدر يزين او يعمل تورته في البيت بدل ما تشتريها غاليه. وفري واعملي في البيت لولادك حاجه كده كمان بحجم كويس كبير. يعني انت لو هتشتريها من بره هتشتريها غاليه واصغر من كده بكتير. شايفه بقى بتجيب هنا كده المعلقه بتاعتي دي الفرشه سوري اللي احنا بننهم بيها، وبتمشي كده بشويش وبتلف فيه حوالين داير بيديك الشكل الجميل اللي انت شفتيه. طبعا هنا جبت حبه كريمه كده حطيت عليها لون اخضر علشان عايزه اوصل للون الاخضر بتاع الشجر واقلبها بالشكل ده. وطبعا كل ما تحتاجي لون حطي لون عادي مفيش مشكله، ضيفي حبه لون كمان لغايه اما تاخدي اللون اللي انت عايزاه او اللون اللي انت هتبقي راضيه عنه ان انت تزيني بيه. شايفين بالشكل ده. انا طبعا هنا بقيت اضيف كل شويه نقطتين نقطتين لغايه اما ظبطت اللون معايا. وطبعا الالوان الجل دي يا جماعه مصرح بيها غذائيا، يعني الوان عادي غذائيا مفيهاش اي مشكله ولا ضرر على حد. الالوان الجل بتبقى ممتازه، الالوان اللي هي بتبقى باودر دي بتبقى طعمها مش حلو، بتدي زي ملح في الاخر فما بتبقاش حلوه، فخليكوا في الالوان الجل طبعا هي الافضل. شايفين هنا كمان حطيت اهو لون تاني وهقلب برضو كويس جدا لغايه ما ياخد اللون اللي انا محتاجاه. شايفين كده خلاص اللون كده كويس جدا، مش هضيف لون تاني. هجيب بقى هنا عارفين الكونو بتاع الايس كريم، البسكوت بتاع الايس كريم هتجيبيه من عند اي حد بتاع ايس كريم اي حاجه عادي هيديهولك، بيديكي باكت كده فيه 10-12 واحده ب10 جنيه تقريبا. وهبدا بقى اخد كده اعمل روزيتات كده باللون الاخضر. طبعا شايفين الحته اللي طلعت دي انا مرضيش احذفها برضو خليتها عشان تشوفوا لو حته باظت منك عادي ممكن تشيليها وتكملي عادي شغل مفيش اي مشكله. طبعا انت بتضغطي ضغطه خفيفه وبعدين بتكملي. شايفين بقى هنبدا هنا بقى نعمل سنو مان. شايفين سنو مان عملناه ازاي؟ جبت كده بالكيس عادي بتاع التلاجة، حطيت الكريمه بس تكون تقيله شويه، وجبت المعلقه هنا. طبعا المعلقه كل شويه تخلي فيها حبه ميه علشان تعرفي تجلسي بيها، لو ما فيهاش ميه هتلزق في الكريمه زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنضف المعلقه بتاعتي وبعدين هجيب عليها كده حبه ميه صغيرين وابدا افرد بيها الكريمه بتاعتي علشان تتجلس كويس وتبقى مظبوطه معايا. شايفين اهو كده اما ضفت عليها حبه ميه صغيرين خلاص اتجلست معايا وبقى شكلها كويس. وطبعا كمان هعمل الوش فوق برضو بالشكل ده. شايفين يعني التزيين خفيف جدا وبسيط، بس عايزه تفكري شويه ان انت تعملي ايه الفكره اللي انت حابه تعمليها او الشكل اللي انت عايزه تطلعيه في الاخر. شايفين بالشكل ده. طبعا انا ما كانش عندي شوكولاته ولا اي حاجه، فحبيت اعمل بقى الزراير بتاعته كده باللون الاخضر واحط عينيه بقى باللون الاصفر. يعني ايه الموجود عندك زيني بيه، مش شرط ان هو يكون زيه بالظبط، لا عادي. وجبت كمان لون احمر وعملت بيه كده اللي هي الكوفيه بتاعته. شايفين وكتبت هنا 2025 بالشكل ده. وابتديت بقى اعمل روزيتات كده باللون الاحمر، طبعا كان عندي متبقي كتير فابتديت اعمل لون احمر كده روزيتات اديها برضو شكل حلو. شايفين يعني هي يا دوب روزيتا صغننه كده بتديكي شكل جمالي حلو للكيك بتاعك بالشكل ده اهو كده. شايفين طبعا بلفها كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعدين بقى هاخد بقى برضو عندي لون اخضر تاني هبدأ برضو ازين بيه الجزء الفوقاني. يبقى عندي بقى من تحت هنا الجزء اللي تحت ده عملت لون احمر واللي فوق هعمله باللون الاخضر. وطبعا ممكن تحطي لون احمر عادي فوق وتحت مفيش اي مشكله حسب ما انتي حابه، يعني التزيين اللي انتي عايزه او الشكل اللي انتي حابه تطلعيه في الاخر.
شايفين بقى بالشكل ده. هبدأ بقى كده اعمل روزتات خضراء، شايفين اهو. كمان هنا اللون الاخضر طلع معايا المظبوط اللي انا كنت المفروض اعمله في الشجرة، بس يلا مش مشكلة اهو. هبدأ برضو اخد روزتات بالشكل ده. شايفين شكلها؟ انا بعملها صغيرة جدا، يعني بتاخدي اصغر قمع عندك وتبدأي تعملي بيه روزتات دي. شايفين شكلها اهو. كمان بلف برضو على اخر حاجة كده من فوق علشان يبقى شكلها كويس اهو. طبعا هنمشي بروزتات زي ما شايفين كده على اخر برضو صف من فوق اهو بالشكل ده. بعد كده بقى هبدأ ازين الشجر ده. طبعا مش هنسيبه كده، هنديله بقى تزيين. ابتديت بقى احدد كده بالشكل ده بالشوكولات شيبس الابيض، شايفين باللون الابيض احدد كده. وبعدين كمان هنزل كده على الشجر برضو الشوكولاتة اللون ذهبي اهو، شايفين عشان يديها شكل حلو. طبعا الحاجات الصغيرة دي بتفرق جدا في التزيين. شايفين بقى شكلها؟ شايفين ما شاء الله جميلة. انا حطيت لون اخضر وابيض وذهبي بالشكل ده. شايفين بقى اما ابتدينا بقى نزين كده كمان ادى شكل احلى واحلى. شايفين حاجة كده ما شاء الله جميلة. بعد كده بقى رشيت حبة جوز هند كده من فوق على الشجر وعلى الأرضية من تحت كأنها تلج. شايفين بقى ادى منظر جمالي حلو جدا، حاجة كده جميلة ما شاء الله. شايفين بقى شكلها؟ لو عجبك الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.